طيب ازيكم يا جماعه. انا اول امبارح خلصت الماراثون بتاع سلسله تويلايت، وحضرني موقف. انا من محبين السلسله دي، وعمرك ما هتخليني اكرهه في حياتك مهما تقول ان هو كرنج، مهما تقول ان هو مش حلو والتمثيل مش حلو. انا معاك ان ده مش احسن اداء للممثلين، لكن هو نوستالجيا. مشكلتي مع الفيلم ده او السلسله دي عموما ان انا كل ما اجي اتفرج عليه بنفس الحماس، وانا هرساه وعجناه، بس بحس ان انا كنت لسه الطفله ال 8-9 سنين اللي شافته. لان انا تويلايت ده شفته من وانا صغيره قوي قوي. حتى كنت بتكلم مع صاحبتي من يومين بقول لها كريستين ستيوارت وروبرت باتنسون ابويا وامي المتطلقين، وانا بعت جبت الكتاب من بره. يعني هي اصلا سلسله الافلام دي متاخده من الكتب، بعت جبته من بره عشان انا ما كفانيش الافلام، انا عايزه الموضوع يبقى على كبير. بعدين واخد بالك احمد السقا من ناحيه وروبرت باتنسون من ناحيه، الستاندرز بتاعتي عليت قوي في سن ما ينفعش. المهم احنا من فتره كده غيرنا البيت ومشينا ورحنا بيت تاني. كان من قيمه اسبوعين رجعت، نزلت يعني ورحت المكان اللي احنا كنا ساكنين فيه، الشوارع وكده، عشان كنت بجيب حاجه من هناك. احنا ساكنين في نفس الحته، يعني مش ما رحناش حته تانية خالص بعيده، لا في نفس المكان بس في بيت تاني. فلقيت نفس الوشوش اللي كنت بتعامل معاها ونفس الناس موجوده يعني. فحسيت ان انا عايزه اكمل لاخر الشارع واخش بيتنا الاولاني. كنت متاثره، معرفش ليه، بس كنت حاسه ان انا متاثره. وانا اول لما جيت اصلا البيت الجديد كنت حاسه ان هو انا في بيت مش في بيتي، فاهم؟ كنت حاسه اللي هو ايه، ما عايزه ارجع للقديم. كنت حاسه ان انا في مكان غريب. يمكن ان انت بتحسه لما تغير المكان، حتى لو مش شرط الدوله او تروح تهاجر مثلا، انت كفايه بس ان انت تغير المكان اللي انت كنت متعود تبقى فيه، فهو اكيد بيبقى مؤثر لبعض الناس. لكن هي ساعات بتبقى على كبير شويه معايا. يعني مثلا لو رحنا مثلا فندق في مصر عادي، مش في دوله اوروبيه يعني، وجي اليوم مثلا بعد 5 ايام هنمشي خلاص، التشيك اوت هنعمله، ببص للاوضه معرفش، ببص للاوضه بتاعه الفندق اللي انا كنت قاعده فيها، بحس اللي هو انا عمري ما هنساكي، فاهم؟ انا قضيت فيك وقت حلو. وهو ايه الاوفر ده؟ طبعا الكلام ده بيبقى جوه دماغي، انا مش هينفع احكيه لحد بره عشان ما يقولش عليا هوبا، بس بحس ايه اوفر ده اللي اقول جوه دماغي بقى. يعني انا لو جيت الفندق ده بعد 10 سنين، احتماليه ان انا ارجع لنفس الاوضه ضعيفه قوي. بس انا الاوضه دي حبيتها، هو كل الاوض شبه بعض، هي كل الاوض شبه بعض، بس هو التاثر والدراما. النوستالجيا بصراحه ساعات بتبقى مؤذيه، ساعات كتير بتبقى مؤذيه، لان هي بتبقى حبساك في حته، حبساك في مكان، عشان انت خايف تتخلى عن الذكريات اللي في المكان ده، رغم ان المكان ممكن يبقى موجود، بس الناس اللي كانوا في المكان ده مبقوش موجودين او اتغيروا او قطعتوا ايا يكن. فزي ما تقول كده ممكن ما تعرفش تديك الفرصه او المساحه ان انت تعرف تموف اون. ده ماثيو ماكونهي How to lose a guy in 10 days شغال. اوقف ولا المهم، يعني انا جايه اكلمك عن النوستالجيا. ممكن تبقى حلوه، ممكن تبقى وحشه. الحنين الى الماضي من المشاعر الانسانيه الطبيعيه اللي انت هتحس بيها كل ما عمرك يتقدم، وكل ما تكبر، وكل ما تمر بذكريات اكتر حلوه ووحشه. ده هيسيبك كده كده. لما انت بتفتكر حاجه قديمه، ذكريات حلوه حصلت معاك زمان، مخك بيفرز هرمونات، منهم هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعاده. فزي ما تقول كده مخك بيكافئك لما بتفتكر حاجه حلوه حصلت زمان، فبتشعر ان انت مبسوط. في دراسات اتعملت بيقولوا ان النوستالجيا بتأثر بشكل ايجابي عليك، زي انها بتحسن مزاجك، بتحسسك بالانتماء، بتقلل من التوتر او القلق. عيوب النوستالجيا ايه؟ انها ممكن تحبسك. ده اللي انا بشوفه، انها ممكن تحبسك وتخليك مش عارف تعمل موف اون، مش عارف تجرب حاجات جديده، خايف من ان انت تجرب حاجات جديده لان انت متمسك بذكريات حصلت قديمه. مش عارفه العصفور هو بيتكلم في ايه مهم. زي مثلا حاجات بتحصل كتير مع الشباب، اللي هو مثلا يحب واحده فيسيبوا بعض ويفركشوا، فهو يكون مش عارف يعمل موف اون، فيقول له لا يا اسطى مش عارف اموف اون منها. او هي برضه نفس الكلام على البنات، تفضل مرتبط بيه، مرتبط بالذكريات، اللي هو مثلا قاعدين في العربيه او قاعدين في مكان فتسمع اغنيه، تقول الاغنيه دي احنا كنا بنسمعها مع بعض، الاغنيه دي مش عارفه ايه، يا كان ليا ذكريات مع الاغنيه دي معاها. ابراهيم الفقي الله يرحمه كان ليه محاضره كان بيتكلم فيها عن حاجه شبه كده برضو. فالبنت ما كانتش عارفه تعمل تقريبا موف اون، فبيقول لها العالم مش عارفه فيه كام بليون راجل، شفتيهم كلهم، يبقى اللي بعده يا ضنايا. انا وصاحبتي ساعات بنقعد مع بعض والفاكره مش عارفه لما يعني فاكره القعده كلها، فاكره وفاكر وفاكره وفاكر.
حلوه لان احنا بنفتكر حاجات بتضحكنا، حاجات احنا عشناها. المشكله بقى اللي انت ساعات ممكن تقع فيها ان انت لما تفتكر الذكريات الحلوه ومش عارفه ايه وياه، فمثلا ترجع تبعت للشخص اللي الذكريات دي كانت معاه. لا لا، ما تعملش كده. اللي هو انا بعت لها، تلاقي تبعت لصاحبك انا بعت لها، او تبعتي لصاحبتك انا بعت له. لا، هالاند لم يعد هالاند. مش فاكره هو كان بيقول ايه، بس اللي كان موجود زمان مبقاش موجود دلوقتي. بعض الاحيان ده بيبقى عيبها ان انت بتوقع او تندم. انت بعد ما بتبعت بتندم. انا عايزاك تفتكر الريزن اللي انت سبت عشانه وتخليت ايه المشاكل اللي كانت بتحصل. طبعا النوستالجيا مش بتدور حوالين الموضوع ده بس ده جزء منها. ساعات الناس بتقع فيه ان هم يرجعوا يكلموا الناس اللي خلاص احنا قطعنا معاهم، ومش شرط عشان في خناقه او في حاجه حصلت، بس خلاص حط في ذاتك ان الناس بتتغير وانت بتتغير، وهالاند لم يعد هالاند. وافتكر ان دايما الحال بيبقى كما هو عليه. ذكرياتك كده كده جزء منك ومش هينفع تتخلى عنها، فما تحبسش نفسك في الذكريات القديمه، لان ده هيوقفك ان انت تعرف تموف اون ايا يكن ايه الذكريات القديمه الحلوه اللي انت عشتها، سواء في مكان او مع صحاب او مع اي حد. نوستالجيا حلو فيها ان انت ممكن مثلا فيلم ليك ذكريات معاه زي تويلايت معايا اشوفه احس ان انا مبسوطه قوي مهما اتعاد، بموت فيه بصراحه. تزور الاماكن اللي انت كنت في يوم من الايام عايش فيها بس خلاص انت رحت اماكن جديده كونت فيها ذكريات جديده، فبتفتكر ده وبتفتكر ده. لو فضلت في القديم عمرك ما هتفتكر حاجه جديده. وبس هو ده اللي انا عايزه اتكلم عليه في النوستالجيا. مش عارفه هيبقى فيه تاني في المستقبل ولا لا. لو في حاجات تانية جديده اكتشفتها في الموضوع ده هاجي اشاركها مع 60 بني ادم عادي، ما جراش حاجه. المهم احنا جينا الفقره اللي انا بحبها النهارده، ترجيحنا لفيلم السهره، بان ان احنا بنتكلم على تويلايت والفامبايرز وبتاع. فانا من قيمه اسبوعين دخلت فيلم سينرز بتاع مايكل بي جوردن. الفيلم حلو، فيلم حلو قوي وكل حاجه، بس انا عندي ملاحظه ان في النص الاولاني بتاع الفيلم هم عمالين يفرشوا كتير وعمالين ينصبوا في الصوان، مفيش احداث قوي. بس ده ما ضايقنيش، يعني ده ما ضايقنيش خالص، بس ده ضايق بعض الناس. يعني ما حسيتش بالملل ولا الزهق، بس هم كانوا عمالين يدوني في مقدمات. خلي بالك الفيلم كله بيتمحور حوالين 24 ساعه من فجر النهارده لحد فجر بكره، احنا بنتكلم في اللي بيحصل في المده دي. الدايلوجز كانت طويله شويه، المشاهد هتبدا تسخن في النص التاني في الفيلم، وهتسخن قوي والدنيا هتولع، حرفيا هتولع. كل الممثلين ادوارهم كانت حلوه، كانت مناسبه، ومفيش حد حسيت ان تمثيله ضعيف او مش حلو، بالعكس. اكتر حد عجبني تمثيله كان جيك اوكونل، فاجئني بصراحه، عجبني قوي 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 اداؤه. وطبعا مايكل بي جوردن، انا at some point في الفيلم انا نسيت ان هو عامل الشخصيتين، هما اخين توأم ستاك وسموك. كذا مره انسى ان هما الاثنين شخص واحد. الساوند تراك حلو قوي قوي، الساوند تراك تحفه، والاغاني حلوه قوي قوي قوي. انا بعد ما خلصت الفيلم فتحت سبوتيفاي وجبت الساوند تراك وعماله اسمع فيه لحد النهارده. السين اصلا بتاع اغنيه I Lied to You في الفيلم عبقري بصراحه، حلو قوي قوي، من اكتر السينز اللي عجبتني. كان بالنسبه لي ابسولوت سينما. الفيلم عارفه ان هو هينزل من شهر 4، كنت حاطه عيني عليه، مفيش حد اعرفه خالص دخلوا، انا الوحيده لحد دلوقتي اللي دخلته تقريبا، ما اعرفش ان في حد دخل ولا حد من اهله ولا من الصحاب. فالتجربه كانت حلوه قوي، تجربته في السينما خطيره، فهو لو موجود لسه في السينما روح شوفه. واتنين مايكل بي جوردن في فيلم واحد، I'm down. انا خارجه من الفيلم عماله اردد في جمله you twins no we cousins. كان الموضوع الجمله دي كان عمال يتعمل لها اديت كتير قوي. المهم في اخر الفيديو احب اقول لك شوف فيلم سينرز، ما تحبسش نفسك في النوستالجيا افتكر انها موجوده علشان بس تفتكرها، مش علشان تحاول ترجعها تاني. بس كده، اشوفك الحلقه الجايه، باي باي.